السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى هنعمل الشيش طاووق مع بعض زي المطاعم بالظبط، وهنعمل معاه بقى الرز المبهر الاقتصادي. مش لازم نعمله بقى بالرز البسمتي ونكلف نفسنا. دلوقتي عاد اقل كيلو رز بسمتي ب60 جنيه وب50 جنيه. فاحنا بقى ايه، هنتحدى غلاء الاسعار وهنعمله بالرز المصري بتاعنا بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، عايزكم بقى تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وكومنت كده جميل زيكم. ويلا بينا نشوف هنحتاج ايه ونعمله ازاي مع بعض. اول حاجه هنحتاجها مع بعض، انا جبت صدر فرخه كده كامل وقطعته كده مكعبات زي ما انتم شايفين. اللي عنده وراك ماشي يخليها ويقطعها ماشي شغال، اللي عنده صدور برضو ماشي شغال، اللي عنده فرخه كامله ويعملها على بعضها برضو شغال، ده شغال وده شغال. التوابل بتاعتها بقى ملح وتوابل وسبع بهارات وتوم بودره وبصل بودره وكركم وفلفل اسود. من كل حاجه معلقه معلقه معلقه، والملح طبعا زي ما انتم حابين. الملح اذواق. وده صويا صوص، وده باربيكيو صوص، ودبس ده باربيكيو صوص. تمام كده. ودبس رمان، الازازه دي دبس رمان. وهحتاج برضو كمان كاتشب وزبادي. دي علبة زبادي اخد منها معلقتين اتنين كده كبار، يعني نص علبة زبادي. وكمان هحتاج معايا معلقتين اتنين كبار كاتشب. الكاتشب ده انا كنت عاملاه في البيت. تمام كده. وطبعا اول حاجه هنعملها مع بعض، هنبتدي بقى نحط الزبادي، ناخد كده معلقتين اتنين كبار اللي هي نص علبه الزبادي. واحتاج معايا برضو زيت وخل معلقتين ومعلقتين. واحط بقى من الصويا صوص، احط معلقتين اتنين كبار، واخلي بالي برضو ما ازودش ملح كتير لان الصويا صوص بيبقى حادق. تمام كده. وبالدبس الرمان بحط معلقه واحده بس لان الدبس الرمان بيبقى مزز قوي. والباربيكيو صوص برضو احط معلقه واحده بس. تمام كده. بالنسبة للتتبيلة بتاعت الشيش طاووق، الأساسية بتاعتها ايه؟ الزبادي والكاتشب والبهارات اللي هي البودرة. تمام. ومعلقتين اتنين كبار زيت ومعلقتين اتنين خل. أما الباربيكيو صوص والصويا صوص والدبس الرمان ده مش أساسي في الوصفة. تمام كده. لو ما عندكمش مش لازم تحطوهم. يبقى الأساسي ايه؟ توم بودرة والبصل بودرة والكركم والفلفل الأسود والملح والسبع بهارات والزبادي والكاتشب والخل والزيت. حاجة تانية لا، الباقي ده اختياري، انا بحط منه عشان خاطر موجود عندي بس بيفرق جدا جدا في الطعم. حطيت بقى الصوصات والتوابل البودرة والزبادي والكاتشب ومعلقتين خل ومعلقتين زيت، وقلبتهم كويس جدا مع بعض زي ما انتم شايفين كده. وبحط عليهم الفراخ واقلبهم كويس جدا عشان خاطر الفراخ تشرب من التتبيله، وكل ما تقعد وقت اكتر في التتبيله تتبل كويس وتاخد من طعم التتبيله. اقل حاجه لازم تقعد في التتبيله 3 ساعات. تمام كده. هسيبها بقى في التلاجة بتاع ايه 4 ساعات كده ولا حاجه. واهم حاجه برضو في العصيان بتاع الشيش لازم نبلها في الميه عشان خاطر لما تدخل معايا الفرن ما تتحرقش مني. تمام. انا هبلها يجي ساعه او ساعتين. تمام. عشان انا هعمل الشيش طاووق دوت في الفرن. التوابل بقى بتاع الرز، توم بودره وبصل بودره وكركم وفلفل اسود وقرنفل وحبهان وورق لورا ومرقه دجاج وقرفه عيدان او بودره وسبع بهارات. بس انا نسيت احطها هنا في قلب كده، بس انا حطيتها على الرز وانا بعمله. تمام. ودول 3 كوبايات رز مصري. وهحتاج سمنه او زيت، الحاجه اللي بتريحكم. حطيت بقى السمنه او الزيت على النار وبنزل فيها بقى الورق اللورا والحبهان والقرنفل. احمصهم كده مع بعض بيدوا نفس حلو كده كويس. وبعد ما يتحمصهم بنزل عليهم بالرز. ده رز مصري، 3 كوبايات رز مصري بيحتاجوا 3 كوبايات ميه. اما لو هعمل رز بسمتي يبقى 3 رز بسمتي بيحتاجوا 6 كوبايات ميه. تمام. وفي نوع تاني رز بسمتي برضو بيحتاج من كوبايه ونص. تمام. يبقى في نوع رز بسمتي بياخد كوبايتين ميه لكل كوبايه رز، وفي نوع رز تاني بياخد من كوبايه ونص ميه لكل كوبايه رز. تمام كده. ده بقى رز مصري. تمام. نزلت الرز ونزلت عليه بقى ايه التوابل الايه اللي هي البودره. تمام. واديته كده تقليبه كده وشوحته كده كويس. ونزلت عليه بالثلاث كوبايات ميه لان ده رز مصري، 3 رز مصري عليهم 3 كوبايات ميه. واقلبه كده كويس جدا واظبط الملح. انا كنت بقى افتكرت ان انا نسيت السبع بهارات، رحت حاطه معلقه. تمام كده. يبقى حدش ينسى السبع ايه بهارات. تمام. معلقه منه كده ايه زي معلقه التوابل دي. ولما يبتدي يشرب الميه بتاعته ويغلي ويتشرب الميه بهد عليه خالص واديله كده تقليبه وايه واسيبه يستوي كده مع نفسه. خلاص كده. الشيش طاووق بعد ما طلع من التلاجة بعد 4 ساعات معايا هنا بقى بصل وفلفل اخضر وطماطم قطعتهم كده زي ما انتم شايفين صغير. تمام كده. عشان خاطر ايه نعمل الشيش طاووق. تمام. اللي ما بيحبش البصل والفلفل والطماطم ما يحطش. تمام.
ودي العيدان اللي انا كنت بلاها في قلب الميه. لازم تتبل في الميه عشان خاطر لما تدخل الفرن ما تتحرقش معايا. هنبتدي بقى نعمل الشيش طاووق مع بعض. اول حاجه هاخد ايه، حته بصل تمام، ووراها حته ايه من الفراخ تمام، ووراها حته طماطمايه، ووراها حته فراخ او الترتيب اللي انتوا بتحبوه، ووراها فلفلايه خضراء، ووراها حته فراخ، او وراها مثلا بصلايه، الترتيب اللي انتوا بتحبوه، الاكل اذواق تمام. انا عندي اخواتي لما بيجوا ياكلوا شيش طاووق دوت بيشيلوا الخضار منه ويرموه، انا بقى باكله بالخضار لانه الخضار بيبقى طعمه تحفه جدا تمام كده. زي ما انتم شايفين واحده خضار وراها واحده لحمه، واحده فراخ اقصد تمام. زي ما انتم شايفين كده بالترتيب اللي انتوا حابينه. برضو ممكن برضو نقلل كميه فراخ اقل من كده، ممكن نكتر اكتر من كده برضو تمام. وفي بديل بقى للثوم بودره والبصل بودره. لو ما عندكمش ثوم بودره وبصل بودره ممكن نجيب بصلايه كده صغنونه خالص ونبشرها ناعم خالص، وفصين توم ونفرمهم ناعم خالص ونحطهم في التتبيله بدال الثوم بودره والبصل بودره تمام كده. واللي ما عندوش كاتشب ممكن يحط صلصه تمام. يعني كل البدايل متاحه تمام. واللي ما عندوش صويا صوص ودبس رمان ولا باربيكيو صوص ما يحطش، لان الوصفه مش فيها دوت اساسي. الاساسي فيها الزبادي والكاتشب والتوابل البودره والزيت والخل تمام كده، والملح طبعا. خلاص خلصت اهو. احطه بقى في قلب الفرن، اولع من تحت بس، واخر دقيقتين كده هديله إيه وش كده اولع الشوايه كده من فوق واديله لون كده حلو وخلاص. ما بياخدش اكتر من تلت ساعه معايا في الفرن تمام كده، عشان خاطر الفراخ ما تنشفش مني قوي تمام. على نار متوسطه للفرن الصغير ونار عاليه للفرن الكبير تمام كده. بعد ما طلع خلاص معايا بصوا جميل ما شاء الله عليه. وده الرز تحفة ما شاء الله عليه جميل جدا. ومش لازم بقى نعمل رز بسمتي ولا نكلف نفسنا ولا حاجة. انا عايز اقول لكم الاكلة دي تكفي يعني، ممكن تكفي اسرة 5 افراد ولا حاجة تمام كده. وجربوا للاطفال، الاطفال هتحبوا. وبلاش بقى نجيب اكل من المطاعم من بره مش مضمون، نعمل حاجة على ايدينا احسن ونكون ضامنينها. واكيد بقى ما تنسونوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وكومنت كده حلو جميل زيكم. ويلا بقى السلام عليكم باي باي.